صباح الخير، صباح النور، كي صبحتوا الزينات. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحه وعافيه. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم راني رايحه ندير لكم وصفه تحت طلب مشتركه. قالت لي ديري لي دولمه بسباس. وش نقول لكم يا البنات، تجي قرف بنينه. شوفوا برك الصور يعطوكم الخبر، نتمنى تجربوها. شوفوا معايا طريقه التحضير. خديت نجره، درت فيها الدجاج، قليته شويه مع السمن والزيت. من بعد راني رايحه نزيد له البصل اللي كنت رابيته، ربيطه صغيره تاع المعدنوس، الحميصه. انا تاعي الحميصه كانت شويه طيبه، التوابل ملح فلفل كحل كركم وزنجبيل. نخليهم يتقلاو تخبيه. بعد ما تغلى لي هذاك الدجاج مع البصل والمكونات واحد اخرين كما راكم تشوفوا، راني رايحه نزيد الماء سخون. هنايا البنات نخلي المريقه تاعي كي تبدا تغلي، من بعد نحط فيها البسباس. هنا خديت 3 حبات بسباس، بعد ما نقيتهم غسلتهم مليح. راني رايحه نقسمهم على زوج ونحفرهم في الوسط باش نفرسيهم بالحشو اللي راني رايحه نديرو. بالنسبه للحشو انا درت ميلونج بين الفيوند اشي والبوري اشي، كان عندي شويه. راني رايحه نزيد عليهم البصل المرحي كميه قليله، صفر بيضاء، المعدنوس. اما بالنسبه للتوابل راح نستعمل نفس التوابل اللي درتهم في لاصوص، اللي هي ملح فلفل كحل الكركم والزنجبيل. وبلا ما ننسى غرفه صغيره تاع لا مارغرين. نخلط هاد المكونات مع بعض حتى يتجانسوا. هنا راني رايحه نعمر هاد الحبيبات بهذاك الحشو. وحبيت نقول لكم اللي كان عنده البسباس عاصي ننصحكم تفوروه شويه من بعد باش طيبوه في المرقه. انا البسباس ديالي كان طري زبده، سي بوغ سا لي طيبته ديريكتومون في لاصوص. بعد ما غلات لي لاصوص نحيت هذاك الدجاج على خاطر طابلي. دوك راني رايحه نحط هاد الحبيبات تاع البسباس. نتوما البنات ديروا ابتي فو باش هذاك البسباس يطيب لكم بالمرقه ولا فابور. انا البنات بعد ما طابلي زدت دخلته للكوشه، حمرته شويه كما يقولوا جمرته، ودوك نوريه لكم كيفاش جا. هاي القدومه بسباس في شكلها النهائي. شوفوا كيفاش جاتني ما شاء الله، تهبل. شهيتكم في الجنه يا البنات. شوفوا الشكل ديالها راقي، تحمر الوجه. نتمنى البنات تعجبكم الوصفه. ان شاء الله كنت خفيفه على قلوبكم. اتهلاو في روحتكم ومع السلامه.